هذا الكلام مني إلكو من عطوفة المحافظ وثناب المحافظ. نعم، وكلني اني وصلكم هاي الرساله وراح بشكركم راح تنحل بعونه تعالى. اعطينا موعد محدد. موعد بس يزيد الكسر السكات علينا. انا اجاني شكين مرتجعات بس يصير 10 شكات بس ابيع محلي. الخميس اللي فات رجع لي شكين واليوم ترجع شكين. علي الطلاق خراب بيوت عطوفتك، خراب بيوت الموضوع. وانا رجالي شكين، يا اخوان خلال هالاسبوع هذا لازم في حل. بس لو خلال الاسبوع عشان جبتوا هنا لو بس مؤقتا يكونها هاي تفرج على الجزيرة يا بيت. الجزيرة هاي حولت السير عشان يسكر بالمرة يعني. يا اخوان الجزيرة بس اللي جاي علينا صار اجباري بيروح من الشارع القلبي، بطل يفوت جاي يعني. هاي معالجة الاعتصام السابق اللي كان اخذنا وعود بحل المشكلة، حل لنا اياها بوضع جزيرة هون وسوى سكرها علينا تماما. يعني احنا من عطوفتك الان انا بتصور انه الجزيرة هاي لا تسمح ولا بس عبارة عن طوب حاصل. يجي من هون بده يضرب بالمنجل منين يجي علينا. اللي حطوا الحجاب يشيلوا. ايوه اول لمسه منك انه نشعر اللي انها شالت. انا صاحب المول هذا عندي 24 موظف بدفع كهرباء 3000 دينار بالشهر، ضمان اجتماعي 60 دينار، بطلت ابيع 200 ليره. طيب منين اجيب؟ وصلت والان المطالب بعد اللي 12 باب ما لهم مش موقف، وين اروح؟ ان شاء الله مطالبكم قد الحل. طيب بالسلامة. احنا الليله ان شاء الله على وعد عطوفته انه هاي الجزيره راح تروح خلال يومين ثلاثه. دعينا اللجنه ورجعنا هاي خلص هذا